عفوا اتفاقية خور عبد الله ما لها علاقة بالقرار الأممي. شوفوا هاي جزيرة بوبيان، هاي الفاو، هذا خور عبد الله، زين هاي مقصر هنا، مقصر صايرة. فمجلس الأمن مرة منو مقصر 156 157 هاي النقطتين، خلينا نقول هنا وهنا، بدأ يرسم ياخذ نقطة منا ونقطة منا يمدها ويقسم بالنص. طبعا هو هذا التقسيم جائر والقرار جائر، بس أنا أريد أقبل بهذا القرار فرضا، نقبل بالقرار حتى نثبت لكم أن اتفاقية خور عبد الله ما لها علاقة بالقرار. هسه احنا حتى لا نقول اعتراف على القرار الأممي ما يصير، اوكي قرار الأممي ما يصير، احنا موافقين عليه. نجي رسم هاي 158 159 160 161 162، شوفوا هاي النقطة 162، آخر نقطة بوبيان وين تجي؟ وهي نقطة بالفاو، صارت دعامة 162. زين مجلس الأمن ليش ما رسم 163 164 165 ليش ما رسم؟ لأن ماكو ساحل كويتي باعوا، اكو ساحل عراقي، هذا الفاو وين واصل؟ ماكو ساحل كويتي حتى يرسموا وياه بعد. زين اذا اكو ساحل عراقي ماكو ساحل كويتي، هنا شو يقول؟ اذا اكو ساحلين، الترتيب نوعين، اذا اكو ساحلين تجي تاخذ اعمق نقطة، هاي بالانهر مثل شط العرب، تاخذ اعمق نقطة هي خط التالوك، او هذا الترسيم الصفري اللي بيه اكثر ظلم للعراق، ياخذ نقطة منا نقطة منا يقسمها على اثنين، هذا نص كويتي هذا نص عراقي. زين ما بعد ال 162 اكو ساحل عراقي ماكو ساحل كويتي، القانون شو يقول؟ المادة 3 المادة 5، ما دام ماكو ساحل ثاني من الساحل مالتك من خط الاساس تاخذ ايش قد 12 ميل بحري، يعني معناتها هاي المنطقة كلها عراقية، هاي المنطقة عراقية لان ماكو ساحل كويتي. زين باتفاقية خور عبد الله ايش سووا؟ قالوا الممر الملاحي، اذا نجي الممر الملاحي حسب قرار مجلس الامن يبدي من 156 ينتهي بال 162، هذا الممر الملاحي من ال 162 لل 156، اوكي. بس باتفاقية خور عبد الله ايش قالوا؟ الممر الملاحي يبدا من ال 156 ويصل الى ال 162 ومن ثم الى مدخل القناة. اذا الممر الملاحي باتفاقية خور عبد الله ما وقفوا حد قرار مجلس الامن الحد ال 162، لا، اكو عبارة بالفقرة 2 تقول من يوصل ل 162 ومن ثم يستمر الى مدخل القناة. زين بعدين شو يقولون بالمادة 4؟ يقول هذا الممر الملاحي، يا ممر ملاحي، هل الممر الملاحي بقرار مجلس الأمن من 156 ل 162؟ لا، الممر الملاحي بالفقرة 2 من 156 إلى مدخل القناة. يقول هذا الممر الملاحي يكون بجزئين، جزء إلك وجزء إلي، يعني صار هسه والله هنا جزئين، جزء إلي وجزء إلي حسب قرار مجلس الأمن. بس ورا 162 شلون إلك جزء ولي جزء؟ ورا ال 62 انت ما عندك ساحل، شلون إلك جزء ولي جزء؟ هم خلوا باتفاقية خور عبد الله بعد ال 162 للعراق جزء وللكويت جزء بالممر الملاحي، واحنا هنا اعتراضنا على ما بعد ال 162، ما معترضين على هاي المنطقة ولا معترضين على القرار الأممي رغم هو قرار جائر. لكن احنا الان بلوى جديدة جابوا لنا اياها حكومة وبرلمان 2012 2013. زين نجي للفقرة 6 شو يقول؟ يقول ان الترسيم اللي اجى ان قرار مجلس الامن، قرار مجلس الامن 833 لا يؤثر، قرار 833 لا يؤثر على الترسيم اللي وقع بذاك الوقت، يعني معناتها من 156 الى 162 هذا لا يتأثر بهاي الاتفاقية. هاي الاتفاقية يقول لا يؤثر او لا تتأثر بمن؟
بنص القرار 833. نص القرار 833 ايش رسم؟ من 156 الى 162. اذا هاي المنطقه لا تتاثر، هاي اللي قسموه نص بنص، ولا تتعدل ولا تتبدل، هاي تبقى على وضعها. زين وين اللي يتعدل ويتبدل؟ اذا الحد 162 لا يتعدل ولا يتبدل. اذا اللي يتعدل ويتبدل حسب الماده 2 وحسب الماده 4 هو من ال 162 الى مدخل القناه. زين الكويت ما عندها ساحل، ايش سووا الكويت؟ اجوا هنا هاي المنطقه بال 2013 قاموا يدفنون بيها، وانا صرحت بال 2013 وطلعتها على الخارطه، قلت هاي فيشة العيج عراقيه، لان هاي 12 ميل فيشة العيج عراقيه، فيشة القايد عراقيه. الكويتيين دفنوا بال 13 نصبوا منصه هنا، خلوا لهم منصه، من صارت منصه راحوا نزلوها بالخرائط الدوليه بال 2014، طلعت بال 2014 اكو منصه. هاي المنصه الكويت تقول هاي اخر نقطه، تعال نرسم انا وياك نقسم هاي، يعني يريد هنا حتى هذا الفاو المدخل راح يصير كويتي، حتى المدخل كويتي. فاذا هذا اولا لازم احنا نعترض على قضيه فيشة العيج ونرجعها عراقيه، واذا رجعناها عراقيه الاتفاقيه تلغي. ليش؟ لان ماكو ساحل كويتي بعد ال 162. زين هسه هاي اللي يقول ترى هذا قرار اممي، ووزير الخارجيه يقول الباخره كانت تجي للعراق سابقا كانت ترفع علم كويتي ويصعد عليها مرشد كويتي، واحنا باتفاقيه خور عبد الله سوينا العلم الكويتي ينزل والبايلت الكويتي يصعد عراقي وكويتي. يعني تصور وزير خارجيه ما يعرف ان خور عبد الله لحد هاي اللحظه الباقرة تدخل للعراق ترفع علم عراقي وعليها مرشد عراقي والإجور فقط عراقية؟ تدرون بالقرار الأممي هاي من 162 من ندخل هنا لحد ال 156 حسب القرار الأممي صحيح الممر الملاحي صار بالجانب الكويتي، صحيح القرار جائر 833 جائر، ولكن وفقا للقرار 833 ان احنا ان مطلق الحريه ندخل بدون قيد وشرط ونرفع علم عراقي والمرشد عراقي والاجور عراقيه. باتفاقيه خور عبد الله مرشد عراقي وكويتي وعلم عراقي ما يرفع واجور تنقسم عراقيه كويتيه، كل من يدفع يقدم خدمات ياخذ اجوره. اذا هنا اتفاقيه خور عبد الله بها غبن للعراق. بعد شنو الغبن الاكبر؟ مو شغله موانئ ودخول، مو شغله اسماك وصيد اسماك وهاي هنا بخور عبد الله، لا 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 لا. هنا اذا هاي فيشة العيج المنصه اذا صارت نقسم هاي وهاي ونجي نقسم هاي المنطقه بالنص، تعرفون شنو يعني؟ ما عندنا بحر اقليمي، لان ايران منها من زاح شط العرب. اذا ما عندي بحر اقليمي، اذا انا انحرمه من المنطقه الاقتصاديه الخالصه، المنطقه الاقتصاديه اللي بعد يعني نهايه الخارطه جوا الصير احنا ما. ولذلك الكويت من خلت هنا منصه راحت تتفاوض مع السعوديه ومع ايران، تعالوا نقسم المنطقه الاقتصاديه الخالصه. تدرون شنو بها المنطقه الاقتصاديه الخالصه؟ بها نفط، بها غاز، بها خامات، بها مياه، بها اسماك، بها تولد كهرباء من حركه المياه. كل هاي الخيرات اذا نريد نقدرها بالشكل المباشر والغير مباشر مع الملاحه في خور عبد الله يعني تصل الى تريليون دولار. يعني احنا بهاي اتفاقيه خور عبد الله احنا خسرنا تريليون دولار بشكل مباشر وغير مباشر. فانت شلون تقول لي اتفاقيه وجاي رئيس الوزراء يطعن بقرار المحكمه الاتحاديه ورئيس الجمهوريه يطعن بقرار المحكمه الاتحاديه؟ انت تدرون هذا الطعن هو لخدمه الكويت؟ انا شايف رئيسين في دوله يطعنون في قرار محكمة، أعلى محكمة بالدولة يطعن بها أعلى رئيسين بالدولة من أجل مصلحة دولة ثانية. وهذا القرار حفظ سيادة العراق وكرامة العراق وحدود العراق. ويطلعون لي إعلاميين الآن، أقول لكم كلمة مهمة، الآن الكويت بدأت تجند
اعلاميين قانونيين محللين سياسيين داخل العراق تجندهم تقول لهم شنو؟ ادعوا الى الاتفاقيه خور عبد الله، وادعوا الى انه هاي تمشي الامور كما هي، والغاء قرار المحكمه الاتحاديه، وان اتفاقيه خور عبد الله تنظيم ملاحه وما بها ضرر على العراق. حاولوا ان تغيرون الشعب العراقي، فاحذروا من كل اعلامي، كل واحد يدعي قانوني يقول اتفاقيه خور عبد الله تنظيم. كم قانوني كتب هذا الكلام؟ والله عيب على القانون والشهاده اللي تاخذها من تقول اتفاقيه خور عبد الله ما بها ترسيم حدود ما بعد ال 162. يعني عار وعيب على كل واحد ماخذ شهاده قانون، والله لانه هو قريب من رئيس وزراء، قريب من رئيس جمهوريه، قريب من الكتله السياسيه الفلانيه، يجي يصرح يقول قرار المحكمه الاتحاديه ما بي ترسيم بعد ال 162، هو عمليه تنظيم ملاحه. هذا غير كلام غير صحيح، وهذه الاتفاقيه مضره. ولذلك اخوان تحركوا بشكل